السلام عليكم المتتبعين الأوفياء. كلنا شاهدنا مؤخرا الحملة اللي شنتها مدام البقالي باسم المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وبدات سلسلة طويلة من الاعتقالات في حق عدد كبير من الناس اللي كيسميو أنفسهم مؤثرين، وكاين فيهم اللي كيدوز العقوبة السجنية فعلا بحال هيام ستار والملقب بولد الشينوية، وكاين اللي راهم حاليا في حالة اعتقال ومازال المسطرة القانونية كتاخذ المجرى ديالها بحال مولينيكس وآدم بن شقرون والأم ديالو، وكذلك نسيب نعيمة البدوية، واللائحة طويلة جدا. ومن ضمن الناس اللي توضعت في حقهم شكاية كانت ميمي طقطق بتهم اللي هي ثقيلة جدا وهي الاتجار بالبشر. ولكن ميمي طقطق كان عندها رأي آخر، وهذه كانت هي ردة الفعل ديالها. نخليكم تشوفوا المقطع. الله يلقيها لك، الله يرزقك في حياتك وفي صحتك وفي ولادك اللي عندك شي ولاد، وفي حوادك في حوادك وفي حفادك اللي عندك شي حفاد، وراه تندعي عليك. بنادم يمشي يسد سكو، يسد كرو، يسد حياته ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دابا هنا ميمي من حقها تدافع على راسها ولكن دافعي بألفاظ اللي هي يا منتقية، نتقي الألفاظ اللي يقدر الإنسان أنه يسمع. فمثلا الألفاظ راه ألفاظ نبية حشومة كاع. خلي يا السيدة تيمشيو للجبل، علاش تمشي لمراكش راه عندي فيه الديور يا الباترونه، كل دار يا دار. ها هي هنا دابا ولات في السب والقذف، ها هي كتقول لها الباترونه كاع. الخنز شوفي اختي الدودو والسم والحسد، ومال كيما دايره داك جايه الكبرانات عاد شمتات داتو جابت في اليم، انايا معاك ديما اللايفات تيقول لي عقلي ديما اللايفات، واش نهار غنتصنت كاع داكشي كامل اللي قلتي وغادي نجاوبك. ما تنعيرهاش، انا تنهضر هاداكشي اللي قالت تنهضر. شوف الحسادات طاغيات اللي عنده انا ربي اللي بغى لي هادشي. هانتوما راه عادي، راه لابسه سويك وحويجات هما ياكا بهم الراجل اللي ما عندهمش. دابا حنا هنا اللي فهمنا ان ميمي من حقها تدافع على راسها ولكن دافعي بادله، دافعي بحوايج اللي هي منطقيه. يعني مثلا انت كتقولي هنا بهم غير السم وما عندهمش الراجل، يعني هذه مسائل كتجينا اللي هي فارغه. دافعي بادله، دافعي بان راه عندك حوايج اللي كتثبت انك كديري الاحسان العمومي. وكيف ما سمعتوا فهنا ميمي طقطق كتطالب بالمعاقبه ديال الفاعله الجمعويه البقالي. طبعا احنا كلنا عارفين الخلل في الكين، وتحيات كبيره لمدام البقالي لانها فعلا حطت يدها على الجرح. لان راه ولينا كنحشموا اننا ندخلوا السوشيال ميديا او اننا نتفرجوا في شي حاجه، او اننا كذلك نعطيو تليفوناتنا لوليداتنا، لان راه كاين الفاظ اللي هي دون المستوى وتحت تحت تحت الصفر، وكاين افعال اللي هي كذلك مخله بالحياء. راه ولينا كنخافوا على وليداتنا، ولينا كنخافوا على ولادنا اكثر ما كنخافوا على بناتنا. راه الدليل هو ادم بن شقرون، كذلك المولينيكس. يعني راه كاين تحريض بالفساد وكاين تحريض، راه تحريض بالصوت والصوره ان وليداتنا يخرجوا للطريق. فالدراري شنو بغاو بالقرايه؟ حتى واحد ما بقى باغي يقرا، كلشي كيشوف داكشي، كيشوف ان راه دخلاتهم الفلوس ها الرونج روفر، ها السفريات، ها الحوايج، ها يعني كتبان لهم شي حاجه اللي هي سهله. فالله يجازيكم بخير، حضنوا على وليداتكم، بينوا لهم العيب او الحرام، راه ماشي العيب، الحرام من الحلال. بينوا لهم ان راه هذيك الطريق راه ما كتوصلش نهائيا، وكتكون النهايه ديالها نهايه خايبه بزاف. والله يحفظ وليداتنا ووليداتكم اجمعين.